بيبدأ الفيلم بشخص اسمه جو اللي كان شغال مدرس موسيقى في مدرسة وكان بيعلم العزف، وبنشوف واحدة انسجمت مع الموسيقى واصحابها بيتريقوا عليها، بس جو بيعجب بالعزف بتاعها وبيقعد يحكي لهم هو قد ايه بيحب الموسيقى وبيندمج مع البيانو وبيقعد يعزف، والاطفال بيتفاجئوا من جمال العزف بتاعه. وبتقاطعه المدرسة وبتقول لجو انت خلاص اتعينت مدرس في المدرسة وبقيت مدرس موسيقى خلاص، وما بيبقاش عاجبه الموضوع وبيروح لامه الحربوقة واللي بتبقى شغالة في محل هدوم وبيقول لها انه مش عاجبه الشغلانه، وامه بتقول له ولا انت كده كده هتوافق على عرضهم. وجو ما بيبقاش عاوز يزعل مامته وبيقول لها ماشي، وصاحبه بيرن عليه وبيقول له تبقى تعالى علشان هنلعب مع دريه والزوم. وجو ما بيبقاش مصدق نفسه وبيجري من الفرحه وبيوصل وبيقابل صاحبه وبيروح يعرفه على دريه وبيعجب بالعزف بتاعها وهي ما بتبقاش طايقاه، وبيقعدوا علشان يبداوا فقره الغناء. وجو بيندمج حبه مع العزف وبيخلص وبيقول لهم كلهم معجبوا بعزفه، ودريه بتقول له تبقى اشتري بدله وتعالى معانا عرض بالليل الساعه 9. وجو بيطلع وما بيبقاش مصدق نفسه وعمال يتكلم في التليفون علشان يعرف اصحابه اللي هو هيغني مع دريه والزوم انها يعني مشهوره وكده، والناس بتقول له كنت هتموت يا باغل وما بيهتمش بكلامهم. فهو ماشي بيقوم واقع في بلاعه وبينزل يلاقي نفسه روح وبيلاقي نفسه بيتسحب بدايره كبيره وبيلاقي في ارواح تانية شبه، وبيسالهم احنا فين، وواحده بتقول له يا ابني انا عندي فوق ال100 سنه ومستنيه اللحظه دي. وجو بيقول لها لحظه ايه، وبتقول له ان اروح الاخ. وجو بيستنتج اللي هو مات ورايح يتحاسب، وبيقول لهم لا 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 انا ما ينفعش اموت دلوقتي، وبيفضل يجري لحد ما بيلاقي نفسه وقع ونزل في عالم تاني مليان ارواح شبهه. وبيقابل جيري واللي بتبقى الشمس في القمر في كله يعني، وبيقول لها هي دي الجنه، وهي بتقول له لا دي الاولى، يعني دي الارواح اللي لسه ما اتولدتش في الحياه. وبنروح للاخره وبنشوف الحسابه اللي بتحسب الاموات وبتقول في روح مش موجوده. وبنروح للعالم التاني وجو بيسال جيري وبيقول لها هم ازاي بيروحوا الارض، وجيري بتقول له من بوابة الأرض. ولسه ما كملتش كلامها بتلاقي جو اختفى وبيحاول انه ينزل الأرض تاني، بس كل محاولة نزول بيطلع تاني. وجيري بتشوفه وبتوديه مقر الأساتذة، وجو بيقول لها والله مكاني مش هنا. وجيري بتقول له خلاص اتفضل. وجو بيقول لها يا شيخ انا بفضفض معاك، وبياخد اي اسم مدرس وبيروح المقر. والحاسبه بتقابل جيري وبتقول لها في غلطه في الاموات، وجيري بتقول له مستحيل ده ما حصلش من قرون. والحاسبه ما سكتش على كده، ده راح يتاكد من الاف الاسامي بتاعه البشر علشان يتاكد ان محدش هرب. وبنروح لجو اللي بيشوف واحد بيشرح ان المفروض الاساتذه دمت يخلوا الاطفال يكملوا الدوره بتاعتهم علشان يعرفوا يروحوا الارض. وجو بيفكر بفكره خبيثه كده انه يساعد طفل ويكمل دورته لحد ما يتحول لارض ويقوم واخدها منه، بس بتطلع معاه روح تبته وبتقوله ده انا هخليك تقول يا ريتني ما موت. وبيودوهم لعالم الاستاذ اللي هو سرقه، والروح بتقول له بص يا معلم انت تروح تقول لهم انا فشلت علشان انا عاوز اعيش بلا حياه وانت تروح الاخره. جو بيقول لها انا مش مدرس، والروح بتقول له حلوه الفكره دي. وجو بيحلف لها بيقول لها مفيش هنا طريقه اعرض بيها حياتي. والروح بتحط ايديها على الاله كده وبيشوف حياته اللي مر بيها والمكان اللي فيه دلوقت لحد ما بيشوف نفسه نايم على سرير مستشفى وميت. وجو بيقول مستحيل ده يحصل، وبيقول لها بصي يا ستي انا هساعدك انك تلاقي شرارتك بس لما تتحول لارض تديها لي. والروح بتوافق وبيحاول انه يلاقي شرارتها، بس في كل محاوله بيفشل وما بيلاقيش حاجه. وبروح بتوديه المكان بتاع الناس اللي بتندمج في الحياه في حاجه بتحبها، وبيلاحظ حاجه عامله كده زي وحش ظلام من بعيد وبيعمل صوت وبيجري وراهم، ولسه هياكلهم في اخر لحظه يجي الشخص وبيقوم ماسكه، وبيطلع الشخص ده منون واللي بيكون مسؤول انه يخلي الاشباح ترجع لحياتها، وبيفهموا من الاشباح دي الناس اللي بتكتئب في الحياه. وبيقوم مرجع الشخص لروحه وبيعمل دايره علشان يعرف جسمه وبيوديه العالم بتاعه. وجو بيقول له يعني دي اللي هترجعني لجسمي، وبيعمل دايره وبيلاقي الاخره. ومنهم بيقول له جو هو جسمك ميت؟ وجو بيقول له اه هتعرف تساعدني ولا لا؟ ومنون بيقول له احنا عمرنا ما عملنا حاجه زي كده بس هنحاول. وجو بيعرف ان منون عايش وجسمه على الارض بيبقى واحد شغال ترويج محل، وبيروحوا عشان يرجعوا جو لحياته. ومنون بيقول له حاول تتامل بمكان جسمك. وجو بيقول له انا حاسس بنبضات قلب، وبيفتح عينيه وبيلاقي نفسه في مستشفى وبيقرر انه ينط. ومنون بيقول له لا، وبيقوم ناطط وواخد الروح معاه وبتقول له انا مال امي. ومنهم ما بيبقاش عارف يعمل ايه وبيسيبهم ويمشي. وجو بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه خد جسم القطه، والروح خدت جسمه لانها لسه ما اتولدتش في الحياه وما عندهاش جسم تنزل بيه. وجو ما بيبقاش فاهم حاجه وبيقول طالما انا خدت جسم القطه امال روحها فين؟ وبنشوف يا عين القطه وهي بتتحاسب. وجو بيقول لها احنا لازم نتحرك من هنا، والروح ما بتبقاش طايقه نفسها ومش عارفه تمشي. وبيقرروا انهم يروحوا المكان منوي، وبيطلعوا من المستشفى والروح بتخاف من الصوت والدوشه وبتستخبى وبتقول لجو مستحيل امشي في الدوشه دي. وجو بيروح يسرق بيتزايه وبيقابل فار وبيقول له ازيك، والفار بيقول له الحمد لله، وبيروح يدي البيتزايه للروح وبتاكلها وبتقول له مش احلى حاجه، وهي من جواها بتصرخ من كتر حلاوتها لانها عندهم في العالم بتاعهم ما ينفعش ياكلوا حاجه. وجو بيقول لها لو مشيتي هجيب لك كمان.
وبتمشي معاه، وبيقابله مانون بجسمه، وجو بيشرح له اللي حصل، ومانون بيقول له تمام انا هتصرف في المشكله دي. وبنشوف الحسابه لسه بتدور على اسم الروح اللي ناقصه، وجو بيقول للروح ارفعي ايدك علشان توقفي تاكسي علشان نروح. والروح بترفع ايدها وبتوقف تاكسي، وبتطلع منها دريه ولزم بتتفاجئ من شكله، وجو ما بيبقاش عارف يعمل ايه، وبيزق جسمه وبيقول لها انزلي بالله عليك. بيوصلوا البيت، وجو بيقول اكيد افتكرتنا عبيط، وصاحبه بيرن عليه وبيعتذر له ان دوريه هتجيب حد تاني بعد اللي شافته ده. وصاحبه بيقول له انت تحاول تلبس الحته الطرش بتاعتك وتيجي بدري وانا هحاول اقنعها. بيلاقي تخبيطه على الباب وبتطلع طالبه عنده وبتقول له انها ما عادتش عايزه تعزف تاني، وجو بيقول لها سيبك منها. والروح بتروح تقول لها انت بتحبي البيتزا، وهي بتقول لها اه، وبتقوم زقه جو وقافله الباب عليه. وجو بيقول لها افتحي الحفله هتروح مني، والروح بتقول لها سيبك منه هو كده عبيط. وجو بيقول لها طب ماشي والله هقطع لك المخده، وبيفتكر انها اصلا مخدته. والروح بتقدر انها تقنع الطفله انها ما تبطلش عزف، وجو بيقول لها بالله عليكي لا تساعديني، والروح بتقول له ماشي. وبيبدا جو انه يلبس جسمه، وبنروح للعالم التاني، والحاسبه بتعرف ان جو هو الهارب وانه راح الارض تاني، وبتحلف انها هتجيبه. وبيخلصوا، والروح بتقول له بص يا البدله دي ضيقه شويه من عندي مشاها الرجل. وجو بيقول لها عادي عادي اقعدي بقى علشان اظبط شعري، وبتفضل ايديه تترعش، وبيقول لها ما تتحركيش بقى. وبتقوم الكراسي اللي هو واقف عليها واقعه، وبيقوم مصنفر شعره، والمكنه بتقع تتكسر. وجو بيقول يا نهار اسود، وبيقرر انه يروح لصاحبه الحلاق وبيظبط له شعره. والحساسه بتنزل الارض وبتاخد اي شكل قدامها لانها ملهاش جسم على الارض. فهم ماشيين في الشارع، الطاقيه بتقع والروح بتوطي علشان تجيبها، فبيقوم البنطلون مفزوق. والروح بتقول له خلاص يا جو البنطلون بقى اريح. وجو بيقول لها ما ينفعش حد يشوف البنطلون، غطي بسرعه. وبيقرر انه يروح لامه، بس بيبقى خايف لانه مش معرفها موضوع ولزم والحفله دي. وبيروح لامه وبتبقى عارفه الموضوع، وبتفضل تندف فيه لان الحفله دي مش هتدي معاش واجر ثابت وكده يعني. بس بعد كلام كتير امه بتوافق وبتدي بدله ابوه، وجو بيعجب من جمالها. والروح بتفضل تتفرج على الحاجات اللي حواليها، وبيقابلهم مانون علشان يرجع جو لجسمه ويروح لعالمها. بس الروح بتفاجئهم وبترفض وبتجري، وجو بيقول لها به وبيجري وراها. بس الحاسبه بتمسك جسم جو وبتوديه العالم التاني، وجو بيروح كمان، وبيرجعوا العالم التاني. وجيري بتقول للروح ان دورة الارض كملت، والحاسبه بتقول لجو يلا على الاخر. بس جيري بيقول لها استني لما يودعها. والروح بترمي لجو التأشيرة وبتختفي، وجو بيرجع الارض وبيروح العزف، والصاحب بيقول له انت اتاخرت. وجو بيروح لدريه وبيقول لها انا لازم اعزف، ودريه بتقول له هنشوف. وبيبداوا غناء وبيخلصوا والناس بتسقف لهم، ودريه بتقول جو نورت الفرقه. وبيطلع وامه بتفتخر بيه، ودريه بتقول له انها اعجبت بعزفه. وجو بيروح البيت وبيفتكر الروح، وبيقعد يعزف على البيانو لحد ما بيندمج وبيلاقي نفسه في العالم التاني. وبيروح لمانويل علشان يدوروا على الروح، بس مانويل بيقول له انها اتحولت لشبح. وبيروحوا علشان يحولوها الروح، وبيروحوا الناحيه التانيه، بس الروح بتقوم بلع جو. وجو بيقدر انه يشوف الروح وهي عماله تدي لنفسها افكار سلبيه، وبيلاقي خيط في جيبه من العالم بتاعه، وبيروح يديله الروح، وبتفتكر كلام جو الايجابي وبترجع لروحها، وبتديله دورة الارض وبينط معاها، وهي بتنزل وهو بيروح الاخره. بس جيري بتجيله وبتقوله انهم قرروا انهم يرجعوه الارض. بس جو بيقول لها طب بالنسبه للحسابه، وهي بتقوله ما تخافش احنا اتصرفنا. وبنشوف جيري كانت واقفه مع الحسابه وبتقول لها بص اللي هناك، والحسابه لما كانت بتبص جيري حركت ميت. وجو بيرجع الارض وبيبدا حياته الجديده. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عنها باللايك والاشتراك، ولو بتحب الافلام الاجنبيه او المصريه او حتى الكرتون يبقى ده مكانك، دوس اشتراك واحجز مكانك لان لسه في ملخصات اقوى من كده. وسلام.